السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في بودكاست سند. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم اهم النصائح اللي تمنيت كل شي واحد قالهم ليا فاش يلاه كنت باديه في العشرينات، ولكن ماشي مشكل ضيعت بزاف ديال الوقت باش نقدر نتعلمهم، وجيت اليوم نقولهم لك انتي باش تستافدي وتعيشي حياتك وانتي مرتاحه وتوقفي على رجليك وتعرفي شنو باغا. اول حاجه خاصك ديري اول خطوه هي تعرفي على راسك. خدي وقت مع راسك وتعرفي عليه، عرفي شنو كتبغي، شنو تيعجبك، شنو الحوايج اللي كيفرحوك، شنو اللي باغا ديري من هنا لقدام، شنو الحوايج اللي ما كتحمليهمش، وشنو هما المبادئ ديالك. حاولي تعرفي راسك مزيان، حيت هذه هي اول مرحله في طريق النجاح. هذه هي المرحله الاولى باش تقدري تاخدي قرارات اللي ما عمرك تندمي عليهم. تاني حاجة، هذه بالنسبة لي أهم نصيحة، حاولي تبني علاقة قوية مع الله، ما تخليش الشيطان يجرك نهائيا. تقربي من الله حيت هو السند ديالك في الطريق كاملة. الله هو الوحيد اللي غادي يقدر يعاونك باش انك تاخدي قرارات اللي ما غاديش تندمي عليهم، باش يوريك الطريق اللي غادي تمشي عليها. مرة ديري قيام الليل الا قدرتي، ديري الدعاء، الاستغفار، هاد الحوايج، وصلي صلاتك. هاد الحوايج كيعاونوا بزاف، حيت كيف ما الجسم ديالك محتاج الغذاء، محتاج يتغذى، محتاج ياكل من برا، حتى الروح ديالك والنفس ديالك محتاجه الغذاء. وهذا الشيء اللي قلت لك هو الغذاء ديال الروح ديالك. تيقيني إلف قلبك كيعمر بالله، كاع القرارات في العلاقات ديالك كتاخديهم بالعقل، ما كتاخديهمش بناء على احتياج او فراغ ولا شي حاجه، يعني كتاخديهم وانت مقتنعه بهم، وبيان سور كيكونوا علاقات ناجحه. ثالث حاجه وبالنسبه ليا هذه مهمه، اهتمي براسك، حيت راسك هو الوحيد اللي عمره غادي يتخلى عليك حتى الموت. غادي يبقى معاك ديما، فين ما احتاجيتيه غادي تلقاي غير راسك. تفهمنا على هاد النقطه؟ داكشي علاش تهلاي في صحتك، تهلاي في ماكلتك، ديري سبور الا قدرتي. الا ما قدرتيش كاع تمشي مثلا لاصال، ديريها غير في الدار، حركات بسيطه راه كدير الفرق كبير. الا قدرتي قادي نعاسك، بقيت تنعسي بكري، تفيقي بكري. اهتمي براسك، اهتمي بالشكل ديالك، ما تسنيش الاهتمام من حتى شي واحد. تفهمنا؟ اهتمي براسك، عطي لراسك الحب والحنان، حيت راسك هو الوحيد اللي كيستاهل تعطيه هذا الشيء. هاد النصيحة صراحة مكره شكون قالوها ليا شحال هادي، ولكن ماشي مشكل. تعلمي مهارات جديدة، اي حاجة تعلمتيها ودخلت لذاك الراس غادي تنفعك واحد النهار. هاد الجملة كتقولها ليا ماما ديما، ما تقوليش ليا لا ما نقدرش نتعلم هادي، لا ما عاد باش غتنفعني. شوفي، تيقيني غيجي واحد النهار وغادي تقولي الحمد لله اللي تعلمت هذيك الحاجة. واخا تكوني كتقراي، ديما ديري بلان بي، تعلمي حاجه اخرى، باش حتى الا ما صدقتش القرايه، ما قدرتيش مثلا تخدمي بالقرايه، غادي تلقاي هذيك الحاجه، هذيك الحرفه، هذيك المهاره اللي تعلمتي تقدري تخدمي بها. حيت اي حاجه جديده تعلمتيها غادي تزيدك غير قيمه، وغادي تفتح لك بواب جديد في حياتك. هاد النصيحه بالضبط للبنات اللي يلاه بادين في العشرينات. ما عمرك تقارني راسك مع شي واحد. تفهمنا؟ حيت كل واحد وظروفه. انت راك ما عايشش في حياه هذاك الشخص من ا ل زد، انت راك كتشوفي غير داك الشيء اللي كيوريك. فهمتيني؟ راه ما كيبارطاجوش معاك الحوايج الخايبين، سواء في السوشيال ميديا، سواء الناس، سواء صحاباتك، سواء الناس اللي دايرين بك. ما عمرك تقولي علاش هي عندها وانا ما عنديش، علاش هي دارت وانا ما درتش، علاش. ما عمرك تقارني راسك مع شي واحد. ممكن تقارنيه في حوايج زوينين، تشوفي مثلا شي وحده كتقرا مزيان وهكا، تنتي ديري لنفسك تمشي مثلا تقراي مزيان بحال هاد الحوايج، مزيانين، هادشي كيحمسك وكيزيدك القدام. اما باش مثلا تشوفي ليا وحده مثلا كتسافر وعايشه بحال دابا كتشوفوا نتوما في الستوريات بزاف وحدين سافروا وياكلوا هكا وهكا، كتقولوا سعداتهم علاش هما عندهم وانا ما عنديش. واش شفتي ورا الكواليس؟ لا ما شفتيش. دوك ما تحكميش فهي غتبقاي مركزه ليا مع الناس. دوري عينيك لجهتك وشوفي في راسك، ركزي مع راسك، وغادي تكتشفي بزاف د الحوايج اللي نتيا ما كنتيش راده ليهم البال. غادي تعرفي بزاف د الحوايج فيك والله ما راده ليهم البال. دونك البنات ما تبقاوش تضيقوا السوشيال ميديا، ما تبقاوش مركزين ليا مع الناس الاخرين، ركزي ليا مع راسك باش تزيدي القدام. حيت الناس كيبارطاجيو معاك غير الحوايج الزوينين. دابا مثلا نتيا كتبغي مثلا غير الجيران اللي حداكم، كتبغي تعرفي داكشي الحوايج الخايبين اللي كيوقعوا لكم في الدار، المخاسمات وداكشي، اكيد لا. ايوا راه حتى هما هكاك. دونك تيبغيو يبينوا لكم المثاليه، وكيبغيو يبينوا لكم بلي ديما فرحانين وعايشين، كيبينوا لكم غير داكشي اللي باغيين تسمعوا، غير داكشي الزوين.
اما الحقيقه راه يعلم بها غير الله. شوفي طيقيني نهار داك الجهد كامل اللي مركزه بيه على الناس غادي تعطيه لراسك، والله حتى غادي تشوفي التغيير، وانا متاكده 100%. هاد النصيحه حتى تعذبت بزاف عاد فهمتها في حياتي. شوفي قطعي العلاقات السامه في حياتك، اي صاحبه اي شخص مسمم لك حياتك ما كيفيدك بوالو، تياخذ منك غير الطاقه الزوينه اللي عندك، ما عندك ما ديري به. تصاحبي ليا مع ناس ايجابيين، ناس تيحفزوك يعطوك الطاقه باش تكملي. ديما دوري بك الناس اللي عندهم طموح في هذه الحياه. اي شخص جديد عرفتيه في حياتك يا راجل يا المراه، سولي شنو بغيتي دير من هنا عامين، فين كتشوف راسك من هنا عامين، ومن الجواب ديالو غادي تعرفيه داك الانسان واش عنده طموح ولا غير داوي خاوي. حاولي تختاري ليا ناس اللي عندها هدف في هذه الحياه، ماشي غير غاده مدرمه، حيت الطاقه الايجابيه والله حتى كتعادي. شوفي غادي تنوري وغتولي ديما ضاحكه، وحتى الا جا شي نهار مثلا حسيتي بالاحباط، شكون غادي تلقاي؟ هذوك الناس اللي مدوره بك هما اللي غادي يهزوك ويحفزوك ويرجعوا يشارجيوك عاوتاني بالطاقه الايجابيه. نصيحة واحدة أخرى، ما تخليش الزواج هو الهدف الوحيد في حياتك. بني حياتك، طوري راسك، كوني شخصيتك، والزواج غادي يجي كإضافة في حياتك، ماشي هو أساس حياتك. تفهمنا؟ أصلا الزواج ما غادي يجيبه لك ربي حتى يشوفك قادة عليه وقادة بالمسؤولية. دونك بلا ما تهزي ليه الهم من دابا، هزي الهم شخصيتك، كيفاش تطوريها، كيفاش تكوني نتيا إنسانة صالحة لذاك الزواج. النصيحة الأخرى هو الستر. ستري اي حاجه بغيتي ديريها. تفهمنا؟ هذه ما كرهتش انا، ضيعت بزاف ديال الوقت عاد باش فهمتها. اي حاجه بغيتي ديريها، اي خطوه بغيتي ديريها، ما تشاركيها مع حتى شي واحد، سيري وديريها. تفهمنا؟ ستريها، عبر انه الستره وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن راها بصح الحاجه فاش كتستريها كتقدري انك تخدمي عليها على راحتك. فهمتيني؟ ماشي مثلا تقدري تقوليها للناس ولا هاد الناس وهاد الناس، بعد اول حاجه ملي غتقوليها ديك الطاقه غادي تنقص وداك التحفيز غادي تنقص، وثاني حاجه تقدر هذيك الحاجه ما تصدقش، راه ما كتبقايش تفكري في هذيك الحاجه اللي ما صدقاش، كتولي تفكري غير في هذوك الناس اللي عارفوا شنو غادي نقول ليه. داكشي علاش من احسن اي حاجه باغا ديريها، اي حاجه عاجبك، اي خطوه في حياتك خدميها وفي السكات، خططي وخدمي وفي السكات. اخر نصيحه، تهلاي لي في والديك وفرحيهم ولو حاجه بسيطه، حيتاش نهار على نهار وانتي كتكبري وتتزيدي تقربي لداك الوقت اللي ما غاديش تبقاي تشوفيهم فيه. داكشي علاش الا والديك حداك استغلي هاد الوقيته وشبعي منهم وتهلاي فيهم، حيت النهار اللي غادي يمشيو عاد غادي تعرفي بقيمه الوقت اللي عندك دابا. وإلا بقيتي حتى لهنا بغيت نقول لك انت قويه ومتميزه بزاف، تستاهلي كل خير. بغيتك تكوني ديما فخوره براسك، وباقي الوقت بزاف فين توصلي لاحلامك، حتى شي حاجه ما مشات وحتى حاجه ما صعيبه. الا عجبك الفيديو خلي لي في كومونتير اين نصيحه عجبتك اكثر، وديري معك هذيك ابوني الا عجبك المحتوى، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.